بيقول لك النيفه شغل الحريفه، نجاح الهرم الرابع، جربت التهييس كل بهاريس. الاكيله بس اللي يعرفوا المكان دوت، عشان دوت اقدم واشهر مطعم نيفه في القاهره كلها، وحرفيا انت بتشوف اللحمه عامله زي الزبادي. النيفه دي لحمه ضاني صغيره لباني، بيبقى منها مثلا من الرقبه ومن الزند وموزه والسجق، وده الفص الكبده بتاعها. ديت مغموره تحت الارض، نظام تنور فرن زي تحت الارض كده، بتسوى من غير توابل، من الملبس بتاعها هو اللي بيسويها. بص دي الموزه دي عملت كده، بص سايحه خالص. ده السجق الضاني بتاعنا. حماده وسعر كيلو نيفه عندهم ب 780 جنيه، فانا جبت تلت ب 260 جنيه، وقال لي انا هديك حته لحمه بقى تدوب كده زي الزبادي في بقك، ومسك الرقبه وطلع لي منها حته وبدا كده يطلعها، وكانت ريحتها وبيقطعها تحفه، وبجد الريحه اللي طالعه ديت تجوع اي حد واقف، وانا كنت جعان فجوعت اكتر، وشكل الحاجه جميله جدا، والسجق عندهم شكله جميل، والكبده دي انا اول مره اجربها بالطريقه دي، وكنت متحمس ليها. وبعد ما خلص لنا التلت بتاعنا الجميل وظبطه لنا، ابتدى بقى يحكي لي القصه بتاعتهم بدات منين، من اول الجيل الاول لغايه الجيل الخامس. حكايتنا هتبدا سنه 1915 لما الحاج ده افتتح المكان، وده الجيل الاول، واعذروني بقى انا نسيت الاسماء. وبعد كده الاثنين الاخوات دولت الجيل الثاني، وبعد كده الاثنين الاخوات اللي حضراتكم شايفينهم دوت الجيل الثالث، واللي موجودين دولت الحاج ده والحاج ده ربنا يديهم الصحه يا رب الجيل الرابع، والشباب اللي واقفه يعتبر الجيل الخامس. ولما سمعت الحكايه من الشاب اللي عمل لي الاكل ده، الحكايه عجبتني، فكنت حابب انقلها لكم بصراحه تاريخ المكان. ويلا بقى نخش على النيفه اللي دايبه. وبص انا مسكت النيفه، هي عامله زي الزبادي حرفيا، ناعمه بطريقه فظيعه جدا، طريه جدا جدا، لدرجه ان وانا ماشي الراجل اللي كان بيصورني قال لي انت فاكر طعمها؟ قلت له من كتر ما هي كانت طريه انا مش فاكر كان طعمها ايه، بس هي تحفه بطريقه فظيعه جدا. وانت اول ما تحطها في بقك كده تحس ان هي مش بتتندخ، انت بتبلع على طول كده. وطعم السجق عندهم ده خطير جدا. وكانت اول مره ادوق بقى الكبده بالطريقه الجديده ديت، هي مش جديده بس بالنسبه لي انا كانت جديده، وكان طعمها حلو، وكانت بالنسبه لي تجربه حلوه. بس النيفه خطيره لدرجه ما حدش يتخيلها، وكانت طريه جدا، يعني زي ما بتقولوا كده زبده، لا هي اكتر من الزبده شويه. ونزل لي بقى بطبق باريز اللي هم مشهورين بيه، والطبق ده كده هديه من المكان، وبيتهيألي انت برضه لو رحت هناك تجرب من عندهم هيبقى هديه من عندهم. والطبق ده خيالي وتاريخي للناس اللي بتحب الحاجه الدسمه، انت مش هتقدر تاكل اكتر من 3 4 لقم. وانا استمتعت جدا بالمكان الجميل دوت، والمكان ده اسمه نيفه النجاح في الغوريه، يا ريت تروحوا تجربوه.